ويا رب يعني نفضل في المتعة دي لغاية الجولة الأخيرة، ويا سلام لو اليوفنتيني بقى يتبل ريقهم. خلاصة الجولة 22 من الدوري الإيطالي الموسم 25-26، ويعني الحمد لله كانت جولة بالنسبة لنا جيدة، وإن كان الإنتر يعني هنبدأ على طول، لأن الإنتر في بداية الجولة يعني بعد تقدم بيزا 2-0 يعني لعب مع الأسد، ويعني هدف جميل من موريو في الأساس، غلطة من سومر ومن بعد نص الملعب برجله الشمال، كان من احلى اهداف الجوله. ولكن الانتر يعود ليفترس بيزا ب6-2 سفلته تامه يعني، وكأن الفرحه يا فرحه ما تمت. ده كان يوم الجمعه. عندنا يوم السبت كان فيه 3 ماتشات، كومو تورينو، وحفله من كومو باهداف جميله من كون ويعني كاكيريل، الاثنين اهداف جميله، وكل الاجوان 6-0 برضه على تورينو. يعني حفله ويعني جولة ستات والأهداف الغزيرة هنتكلم، علشان في سكورز كتيرة في هذه الجولة. عندنا بعد كده فيورنتينا يرجع للخسارة من جديد ولا ينجح في الفوز، 2-1 لكالياري بره أرضه. يعني على فيورنتينا ينهزم على أرضه مرة أخرى 1-2 من كالياري، والأمور بتتعقد تاني بعد ما كان في انفراجة. ليتشي لاتسيو وتعادل 0-0. كان في المجمل واضح ان ليتشي كان اخطر، ولكن في النهايه انتهى اليوم ده بهذا الماتش بتعادل لاتسيو مع ليتشي. يوم الاحد كان عندنا 5 ماتشات، ساسولو كريمونيزي 1-0، هدف في البدايه وخلاص على كده. اتلانتا مع بارما 4-0، وحفله اخرى من اتلانتا على بارما واهداف جميله، وخاصه هدف ديرون كان هدف جميل من احلى اهداف الجوله. ثم بعد ذلك جنوا فوز على بولونيا، وبولونيا في النازل من نازل لنازل، وجنوا بيحاول يلحق نفسه مع ديروسي، و3-2 فوز مهم جدا بعد 2-0 تقدم لبولونيا. يعود جنوا من بعيد ب3-2، وكان في هدف مالينوفسكي يعني الواد يعني برضه ضربه ثابته، رجله الشمال الطرشه دي لبسها في الجون، جون من احلى برضو اهداف الجوله. وكل الاجوان بتاعت جانو يعني كل الاهداف جميله، حتى غير مالينوفسكي. الجون بتاع ماسياس كان جون رائع، الجون الثالث هدف الفوز كان جميل جدا. 3-2 نتيجة أخرى كبيرة في الجولة وفي صالحنا، وأحلى فرحة لينا، فوز 3-0 من اليوفنتوس على نابولي الحمد لله، وبرجعوا للحلقة. ولكن برضو هدف جميل من كوستيتش، شوطة من بعيد، وحتى الهدف الأول الأسيست رائع من لوكاتيلي، والهدف برضو الثاني يعني روقان. يا روقانك يا روقانك يا يلدز على اتهادي، وبالراحه وتقل على كورته خالص لغايه يعني كانت تطير منه لحد ما الجون طلع، وفي اللحظه المناسبه حطها كده ايه بالمعلمه. وطبعا هو الماتش اساسا بتاع المعلم الكبير بصراحه ربنا سباليتي، ورجعوا للحلقه اتكلمنا عليه، كان فوز مهم جدا 3-0. وهنتكلم على الترتيب لان كراسي موسيقيه، يمكن الانتر مديها دايس بنزين في الامام، ولكن يا رب يا مسهل كل شيء وارد، هنشوف هيحصل. لان اليوم ده خلص بتعادل روما مع ميلان. روما عمل تقريبا كل حاجه، ولكن مينيون كان متالق كالعاده. الشوط الاول روما ضيع كتير، حتى يشوف الهايلايت مينيون شال كتير جدا، وبالرغم من ذلك ميلان هو اللي تقدم الشوط الثاني في الاساس. وبعد كده تعادل روما عن طريق ضربة جزاء 1-1، والماتش انتهي بتعادل. يمكن برضه هيكون في صالح كل فرق المقدمة. يمكن اليوفنتوس والانتر يمكن اكتر فريقين استفادوا في المقدمة. الانتر يعني جري شوية في المقدمة، واليوفنتوس اقترب. هنتكلم على الترتيب. اختتمت الجولة امبارح بفوز كبير برضه لاودينيزي على هيلاس فيرونا خارج الديار 3-1 او 1-3 عشان كان في ملعب هيلاس فيرونا. وبرده كان في هدف جميل من زانولي، كان يعني جون جميل كده بوش الرجل، فاتفرجوا على الاهداف جميله. فده الجوله 22. الترتيب بعد الجوله 22 الانتر في المقدمه ب 52 نقطة بفارق 5 نقاط. ابتدى يبتعد شوية الانتر عن الميلان في المركز الثاني ب 47 نقطة، بعد روما ب 43 نقطة هو ونابولي في المركز الثالث والرابع، ثم اليوفنتوس يلاحقهم على طول ب 42 نقطة في المركز الخامس، ثم كومو برضو بعدين على طول ب 40 نقطة. يمكن صراع في أول 6 مراكز قوي جدا. يعني الانتر حتى الآن هو في أموره ومصيره في إيده إلى حد ما، ومتحكم في الأمور، ولكن برضو أموره ما تطمنش. كل الفرق دي يعني أمورها ما تطمنش، فالله أعلم اللي هيشد فيهم ويفضل ثابت على مستواه هيشد ويقترب، والله اعلم من يفوز باللقب، واللي هيكسعم فيهم او هيخسع في اي وقت
هيقع في هذا السباق المحتدم في الصدارة. وأتلانتا مع بالادينو برضو مش بعيد في 35 نقطة، يعني أبعد شوية من كومو 5 نقاط، ولكن بولونيا بقى اللي بعد خالص ب 30 نقطة. ده هنتكلم على منتصف الجدول، وهحط لكم طبعا الجدول كالعاده. والثلاث مراكز الاخرى فيورنتينا في ال 18 ب 17 نقطه، هيلاس فيرونا 14 نقطه زي بيزا في المركز ال 20. تبدا الجوله 23 باذن الله يوم الجمعه بلاتسيو جنوا. ماتش هيكون مهم جدا. لاتسيو يمكن خلاص يعني دخل في مرحله نفسيه سيئه للغايه، وتصريحات حتى من ساري ان اللعيبه بتمشي لان مفيش طموح. جنوا يمكن دلوقتي اسهمه مرتفعه والثقه بتزيد والفوز بيجي مع دراسي، فماتش ده ممكن جنوا يعمل حاجه، وان كان يعني على ملعب لاتسيو هنشوف ايه اللي هيحصل. ده يوم الجمعه. يوم السبت 3 ماتشات: بيزا ساسولو، ماتش متكافئ الى حد ما. بيزا على ارضه ساعات بيكون خطر، ولكن ساسولو ساعات لما بيكون في موده ممكن يعني يفوز بسهوله. نابولي فيورنتينا، نابولي الجريح وفيورنتينا المذبوح بقى مش الجريح. هل سيعود فيورنتينا للفوز على حساب نابولي، ام سيكون تعادل، ام سيفوز نابولي ويبرهن ان هو مش في كرايسيس ولا حاجه؟ هنشوف ايه، ولكن ماتش يعني طبعا سيستحق المشاهده جدا. كالياري هيلاس فيرونا برضو صراع القاع، هنشوف هيحصل ايه. ده يوم السبت. يوم الاحد عندنا 4 ماتشات: تورينو ليتشي، ماتش متكافئ الى حد ما. كومو اتلانتا، ماتش مهم جدا 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 وقوي جدا جدا وفي كوره جدا جدا ومتكافئ جدا جدا. نشوف هيحصل في ايه. نتمنى طبعا تعادل يريحنا من اي ضغط من اسفل الجدول. كريمونيزي مع الانتر، يعني فوز سهل جدا للانتر اعتقد. يتمنى طبعا كريمونيزي يتعملق ويديها حاجه كده يعني مفاجآت، ولكن اعتقد الانتر ماشيه معاه تمام. يعني حتى هو 2-0 ورجع منها، فهنشوف. احنا بنقر ومش نافع وهنقول ايه، بس يعني فكريمونيزي مع الانتر نتمنى تعثر للانتر علشان كمان يشعوط الدوري كمان وكمان، ولكن اعتقد هيكون فوز سهل للانتر. تختتم هذه الماتشات في هذه الجولة في يوم الحد، طبعا مش الجولة كلها، أنا قصدي ماتشات هذه الجولة يوم الحد تختتم ببارما يوفنتوس في السهرة. ماتش هيكون يعني إلى حد ما مفروض يكون مش صعب قوي بارما، لكن بارما ملعب على يعني المشكلة ان احنا خارج الديار ولسه احنا برضو يعني حبة فوق وحبة تحت. نتمنى نكون تمام، واحنا هنتكلم ان احنا نبقى راجعين من ماتش تشامبيونز، فماتش مهم جدا 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 ان احنا نفوز فيه خارج الديار. وبرده ماتش ليس بالسهل، بارما خارج ديارنا، ربنا يستر. عندنا بعد كده يكون فاضل ماتشين: ماتش يوم الاثنين وماتش يوم الثلاث. يوم الاثنين اودينيزي روما، ماتش يعني مش هيكون سهل قوي الروما، ولكن مفترض ان هو يكون سهل يعني. وماتش بولونيا ميلان، برضو ماتش مفترض ما يكونش سهل على الميلان، ولكن بولونيا يعني مش ماشي بشكل جيد، فتختتم الجولة يوم الثلاث بماتش بولونيا ميلان. طبعا عندنا بكره، النهارده مفيش تشامبيونز، الجوله يعني او الماتش ماتش 8 راوند 8 بتاعه مرحله الدوري للتشامبيونز ليج. كل الماتشات ستلعب غدا كلها في توقيت واحد الساعه 10 مساء. يعني هحط لكم كل الماتشات، ولكن ابرز ماتشات الايطاليه هيكون دورتموند مع الانتر، وهيكون عندنا طبعا اليوفنتوس مع موناكو برضه هيلاعب، أو موناكو يوفنتوس خارج الديار. نابولي سيواجه تشيلسي على أرضه. وأتلانتا نشوف فين أتلانتا سيواجه يونيون سان جيلواز يعني خارج الديار. دول الفرق الإيطالية، وبحط لكم كل الماتشات، ولكن هيكون بكرة. النهاردة ما فيش تشامبيونز بكرة علشان سيتحدد مين أول 8 هيتأهلوا مباشرة، ومين ال16 اللي بعديهم اللي هيلعبوا البلاي اوفز بتاعة الراوند او دور ال16. يعني هنشوف هيحصل ايه. الجوله دي كانت جيده جدا بالنسبه لنا، ولكن نتمنى الاستمراريه وربنا يستر لما نشوف بكره هنعمل ايه مع موناكو. احنا في الغالب متاهلين، ولكن يا سلام لو تكون مفاجاه جميله نتاهل مباشره. ولكن اهم من ماتش موناكو وماتش بارما خارج الديار ده ربنا يسترها، ونشوف. لسه الدوري في سكه طويله ومثير بشكل كبير، بنتكلم على 6 مراكز الاول، صراع قوي جدا جدا، واعتقد كل متابعي الدوري الايطالي مستمتعين. ويا رب يعني نفضل في المتعه دي لغايه الجوله الاخيره. ويا سلام لو اليوفنتيني بقت بل ريقهم، ولكن طبعا لسه بدري على الكلام ده، وربنا يوفقنا باذن الله. لو اول مره اشوف القناه دي، مش قناه عن اليوفنتوس او عن الكالتشيو او عن الكوره بس،
لا فيها كلام طبي وكلام عن بصوا على القوائم. يا رب كل من يدخل القناه يجد ما يمتعه وما يفيده، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل على خير سواء اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.